نفس الرقم في مكان يخليك ملك وفي مكان تاني يخليك عايش بالعافية. لما اتكلمنا المرة اللي فاتت عن المصاريف، التعليقات اتقسمت نصين: ناس شايفة ان الارقام مبالغ فيها، وناس شايفة ان ده الطبيعي. والحقيقة الاتنين صح. السر كله لقيته في 3 حروف بس: UMP. الموضوع طلع ابسط مما كنت اتخيل. اي مدينة بسأل نفسي هي غالية ولا رخيصة، بقيت افتح جوجل، اكتب اسم المدينة وجنبها UMP. الترجمة البسيطة للكلمة دي هي الحد الأدنى للأجور في المنطقة دي. الرقم اللي بيطلع لي بعتبره هو الصفر بتاع المدينة، يعني المبلغ اللي التقديرات بتقول إنه الحد الأدنى عشان المواطن البسيط يقدر يعيش. بس هنا في فخ صغير أنا وقعت فيه في الأول. الرقم ده معمول ومحسوب على مقاس ابن البلد، واحد عارف يشتري منين، أكله محلي 100% وعايش وسط ناسه. بس أنا كأجنبي السيستم بتاعي مختلف، وعشان الصورة توضح تعالوا نفصصها سوا. أول حاجة الأكل. الحد الأدنى مبني على إنك تاكل أكل في الشارع 3 مرات في اليوم. أنا كمعدة مصرية أو عربية أقدر أعمل ده يوم 2، بس في التالت معدتي هتطلب أكل بيتي أو مطعم أنضف شوية، وهنا العداد يبدأ يعد أرقام مختلفة عن ابن البلد. نيجي مثلا للسكن. الحد الأدنى غالبا مبني على أوضة بمروحة، حمام مشترك. انما انا واحد جاي من بلادنا رطوبة اندونيسيا محتاجة تكييف، التكييف مش رفاهية انما اكسجين. والخصوصية في السكن خط احمر. وهنا برضو العداد بيضرب في 2. تالت حاجة الونس. المواطن هنا الونس بتاعه مع اهله وجيرانه ببلاش، هيقعدوا قدام البيت يشربوا شاي وخلاص. انما انا كغريب الونس بتاعي بيكون في كافيه او خروجه علشان اقابل ناس، وده تكلفة تانية مش محسوبة خالص في الحسبة بتاعة UMP. علشان كده انا وصلت المعادلة مريحاني بقالها فترة. انا بجيب UMP بتاع المدينة اللي انا رايح لها، وبقول لنفسي علشان اعيش مستريح هنا انا محتاج ابدأ من ضعف الرقم ده. طبعا ده مش قانون ولا قاعدة اقتصادية، انما تجربة شخصية بعد شوية تخطيط في الغربة. الفرق ما بين الرقمين دول UMP والضعف ده الهامش اللي بيخليك عايش مستقر، مش عايش وخلاص. لان الغربة فيها قلق كفاية، فمش محتاجين نزود عليها كمان القلق بتاع الفلوس.